تقريبا باش نكونوا واقعيين انتهت الحظوظ، لكن برافو كومام على المجهود. مردود افضل من مباراه الذهاب. فريق اتحاد المنستيري هجوميا خلق العديد من الفرص، لكن النقطة اللي حكينا فيها طيلة المباراة ما تصلحتش، اللي هي التحول السريع من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية. معناها باش ترجع تغطي على بيان سور هذا هي المشكلة اللي قاه. معناها قلت لك كل ما فريق اتحاد المنستيري يخسر الكرة سواء عالي الفوق يعني في مناطق 16 متر نتاع الخصم أو في وسط الميدان، إلا وتمشي اختيار على عبد السلام الحلاوي في ظرف 3 ثواني، لأنهم هما الفريق شبيبة القبائل يعني قوي جدا في التحول. احنا نقولوا ترانزيسيون اوفنسيف، يعني في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. هذا مش هجوم معاكس، هذا خدمه في التمارين تتخدم. اول كره تفكها ما تلوش باش تعطي كره عرضيه او كره للخلف، كره تفكها خاصه في وسط الميدان يلزمها تمشي اجباريا، تمشي للامام، ويكون فما تنسيق مع اللاعبين اللي ينطلقوا من الخلف، ينطلقوا بسرعه من الخلف. فهذه خدمه معناها لي ترانزيسيون، هي خدمه الفوتبول المودرن توا، وخدمه تتخدم في التمارين. يعني كيفاش نتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه، تقريبا في ظرف 4 ثواني نوفى الهجمه نتاعي 5 ثواني اقصى تقدير. اسمها تنسيق بين حامل الكره واللاعب الحر، كيفاش باش يطلب في المساحات، وكيفاش نخلقوا المساحات، وكيفاش نوسعوا في الميدان. هذا الكل صار في شبيبة القبائل. كان اتحاد المنستيري كان ينجم يحسن غلق وسط الميدان والمنافذ هذوما، وكان يتحكم اكثر في المباراه، كان ينجم يضيف الهدف الثاني، وعلاش لا الهدف الثالث، لانه مردود مش يعني محترم، لكن الهفوات على مستوى التمركز ولا البطء في الرجوع الدفاعي. 4 دقائق كوقت بديل في المباراة. كما قلنا الاتحاد الرياضي المنستيري على الأقل لازم ما يخسرش حتى المعنويات. محمد عمرو أكيد حكينا فيه احنا في بداية التقديم تاعنا فرصة لإضافة الثاني، لكن الدفاع يتدخل من شبيبة القبائل. حكينا فيه يعني قلنا اتحاد المنستيري مطالب باش يقدم مردود طيب يليق بسمعته بتاريخه، ويشرف الكرة القدم التونسية. يعني مع النتيجة اللي صارت في مباراة الذهاب اللي هي نكسة ما كانتش ينتظرها اكثر واحد متشائم من ما كانش ينتظرها، 3 لان باش تكون بالطريقه هذيك، خاصه لا مانيير في الشوط الثاني. يعني الشوط الثاني انا سميته شوط اللامركزيه. يعني كيف حكيت انا شويه على مباراه الذهاب، الشوط الثاني ما عادش فما مراكز. يعني شفنا على كل ما نرجعوش عليه. اما شو نقول، الانسان ياخذ العبره. انت احنا الفريق بناء البيعان نتاع اللاعبين نتاعو، وفرط في لؤية راعي، وفرط في المستوري، وفرط في كذا باش نضخوا الاموال وباش نجيبوا اللاعبين للهدف شنو؟ رابطه الابطال. يعني هذا الحديث اللي ساير في فريق اتحاد المنستيري واللي في مدينه المنستير. انت الهدف الاسمى نتاعك هو المباراه هذه، يعني رابطه الابطال. وصلت حتى التضحيه بمباراه السوبر. بالضبط، وضحينا في مباراه السوبر، واللي هي هذاك خطا استراتيجي كبير بكل صراحه. يعني ولا فايده باش نرجعوا له، لكن ما تصيرش في كره القدم. عندنا تاريخ نادي، فما اسم نادي، يلزم كل مباراه وكل فريق مهما كانت الدرجه نتاعو نمشيو نحترموه ونلعبوا. انا هذا شنو تعلمت في الكره، تعلمت كان الجديه والانضباط. ما عنديش في مباراة ولا فريق باش نحن نقولوا نبعث له الفريق الثاني او باش نبعث له فريق الامال. دونك نخوض ديما كل المباريات بكل جديه. ان شاء الله هي مرحله انتقاليه يتعدى بها اتحاد المنستيري على المستوى الاداري. دخلت هيئه منتخبه جديده، شبان نتمنى لهم التوفيق. معناها مرحله انتقاليه على مستوى الاطار الفني، يعني تغيير المدرب الاول ثم المدرب الثاني، ثم طارق جرار. على مستوى الافكتيف كان معناها تقريبا فما تقريبا 50% من 40% من الافكتيف نتاع مناول تبدل. يعني ما هنا حذاري من الهدف الثاني. بالفعل الاتحاد الرياضي المنستيري يقبل الهدف الثاني في هذه اللحظات بعد كرة في الحقيقة، واللي حكينا عليه اللي كونتر ومخدومة مليح الكرة نتاع شبيبة القبائل، يتمكن من إضافة هدف ثاني. على الأقل حبينا الاتحاد الرياضي المنستيري يحقق تعادل، يخرج بتعادل يغادر المسابقة، لكن للأسف يقبل هدف ثاني ضد نجم نقولوا مجرى اللعب، وقت اللي كان الاتحاد المنستيري يلعب الكل في الكل، يحاول يسجل والا يستحفظ على النتيجه. انيس انا تكلمنا بكري والحديث موثق، قلنا المدرب هو اللي يدخل في المستقبل
المدرب الباهي هو اللي احنا نقولوا لونتيسيباسيون بالفرنسي، يعني انك تتنبأ تشوف في حاجات، انك تشوف في فريقك معناها احنا نقولوا بيرميابل مش امبيرميابل، يعني يعدي بيرميابل في وسط الميدان، وخاصه معناها انت كنت نجم تصلح الوضعيه من الاول بزياده لاعب في وسط الميدان، كنت نجم تعطي وقت اللي عرفت روحك فقدت الحظوظ انك باش ترجع في المقابله تسجل 3 نجم تعطي هاي العمليه نتاع اعاده الهدف خدمت كلهم من لاكس سنترال، معناها 3 ملاعبيه قاعدين يتفرجوا في الحقيقه في المحور، انا في ظهر الشيخاوي، في ظهر ريان عزوز، دونك كلها في لاكس سنترال، فهمتني؟ هذايا معناها لهنا لاك سنترال يتحمل المسؤوليه تقول انت في الهدف وتعبوا برشا، يعني اللاعب الشيخاوي قام بمباراه كبيره، تحمل عبء لاك سنترال وحده مسكين، كان معاه قبل زيغي، يعني تحمل لاك سنترال وحده، لانه ريان عزوز الخريب هو صاحب الهدف، نفس اللاعب اللي سجل الهدف الاول هو اللي صاحب الهدف الثاني، كلهم من لاك سنترال. من جات فتره نلعب ريان عزوز فاتح برشا على اليمين. نهايه المقابله فقط رسميا الاتحاد الرياضي المونستيري يودع مسابقه الشامبيونز ليج الافريقيه بعد الهزيمه اليوم قدام شبيبه القبائل 2-1 لحلو أخريب هو اللي سجل الدوبلي دقيقه 9 ودقيقه 90+3، ورايد الشيخاوي كان سجل هدف الاتحاد المونستيري في الدقيقه 22 مع الهزيمه في ملعب الطيب الاميري بصفاقس في مباراه الذهاب 3 أهداف مقابل 0. تقييم شامل توا للخروج نتاع الاتحاد المونستيري ما بين لالي والروتور، شنو نجم نقول على خروج المستير؟ كره القدم هي تخطيط وتنظيم وامور علميه، يعني ما فماش لا مجال للعمل الرعواني ولا اذا كان ما فماش تحضير بدني وتحضير بدايه الموسم، وكان ما يكونش معناها مدروس من قبل مباريات وديه بالكافي، واللاعبين يلعب اللاعب الجاهز بدنيا واللي يكون يستحق باش يلعب، مش لانه اللاعب انتدبناه ياخذ مكان غيره. بكل صراحه هذا الكل يعطيك النتيجه هذه، لكن الانسان ديما نقول انا نكون ايجابي. عندنا فريق واحد ما ينجمش يكون متناقض، قبل يكون عندنا، انا نعتبر عند الاتحاد المونستيري بكل تواضع عنده احسن رصيد بشري بعد الترجي الرياضي التونسي بكل تواضع، لاني مش اني نبني الاتحاد المونستيري، انا نحكي كوره يعني كي ناخذهم فرديا امكانيات فرديه ممتازه. شو المطلوب تو؟ المطلوب حسن التصرف في الرصيد البشري واللي يستحق باش يلعب، والتركيز على البطوله وخاصه احنا نقول تثبيت التشكيله. يعني تو ياخذ وقته، عمل زوز مباريات وباش يعرف الفريق اكثر، معاه اطار فني مساعد، معاه عاود رجع نتاع تحليل الاداء. انا اذا كان انت ما تحللش الاداء بالطريقه هذه، يعني معليش شنو دور المدرب هذاك؟ هنا لازمك باش تسرع في عمليه الاصلاح وتثبيت التشكيله باش تنجم تبني عليها. من يتحمل مسؤوليه خروج الاتحاد المونستيري من مسابقه دوري ابطال افريقيا؟ جميع الاطراف. يعني شو من يتحمل؟ التحضيرات البدنيه نتاع بدايه الموسم ما كانتش كما ينبغي، مباريات وديه ناقصه، لاعبين منتدبين يعني وفيهم شكون فسخوا له وما كانش في الجوده اللي هي مطلوبه، والعدد نتاعهم كان كثير. عاود دفعه ثانيه من الانتدابات، دخول هيئه جديده. يعني شوف انيس، وقت اللي ما فماش ستابيليتي هذا منتظر. شو معناه منتظر؟ عايش شويه نحب نوصل الفكره. كل ما تاريخيا كل ما اتحاد المونستيري يتعدى بفتره استقرار اداري يعمل نتائج ممتازه. كل ما يصير تغيير على المستوى الإدارة لسبب أو لآخر، لانتخابات أو لكذا، يوقع نوع من التعطيلات على مستوى التحضير، على مستوى التأخير في اختيار الإطار الفني، على مستوى اختيار الإطار الفني المساعد. هذا الكل يعني مشى الإطار الفني الكل، عاود رجع إطار فني آخر مساعد. يعني هذا الكل يأثر على اللاعبين. الخطاب مع اللاعبين يتغير، الاسلوب التمرين يتغير. شنو باش تلقى النتيجه هذه؟ على كل خساره للاسف اليوم. الملعب التونسي الاتحاد المونستيري زوز ممثلين خرجوا، غدوه عندنا زوز ممثلين توانسه 5 متاع العشيه ترجي رحمو البوركيني في ملعب حمادي العقربي برادس، ترجي اللي ربح 1-0 في الذهاب، والنجم الساحلي مع نيروبي يونايتد الكيني في ملعب الاولمبي بسوسه ابارتير من 6 متاع العشيه. يعطيك صحه محمد عامر حيزم، نورتنا بحضورك. شكرا.